عشان نصرف الفضلات من الحمامات في اي مبنى عموما بنستخدم حاجه اسمها عمود العمل، ومش عايزك تتضايق من الالفاظ اللي ممكن تسمعها دلوقتي لان لا حياء في العلم، واحنا بنحاول نقرب الصوره على قد ما نقدر ونوعي الناس ونعلم اللي عايز يتعلم ونوصل المعلومه اللي عايز يعرفها عشان ما يقابلكش حد يضحك عليك وتبقى فاهم كويس جدا البند بيتعمل ازاي. عمود العمل بيبقى عباره عن ماسوره صرف قطرها كبير بنستخدمها في صرف الفضلات التقيله، وبنجمع عليها كل التويلتس الموجوده في المبنى، وقطرها بيكون في حدود ال4 بوص. بناخد الفضلات ونصرفها على غرفه التفتيش الاول اللي موجوده جوه المبنى بتاعي او الفيلا بتاعتي، وبعدين بنصرف من غرفه التفتيش لحاجه اسمها المطبق العمومي اللي هي البلاعات الكبيره اللي بتشوفها في الشارع اللي غطاها مدور. الميزه في غرفه التفتيش ان لو حصل اي انسداد لا قدر الله، السباك لما يجي يصلح لك المشكله هيصلحها من غرفه التفتيش بتاعتك، وهيبعد تماما عن المطبق اللي موجود في الشارع او البلاعات اللي موجوده في الشارع دي. وكده احنا فصلنا صرف المبنى الداخلي عن الصرف العمومي. غرف التفتيش بتكون عباره عن حائط سمكه 25 سم من الطوب الاسمنت، وبيكون ليها عمق معين هنتكلم عليه بعدين. الغطا بتاعها دايما هتلاقي شكله مربع عكس غطا البلاعات اللي موجود في الشارع اللي بيكون مدور. وجوه المبنى المفروض بيكون فيه اكتر من غرفه تفتيش زي ما هنتكلم عليه بعد كده. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.